الزمالك بطلا لكأس مصر. بس قبل ما اكلمك عن نادي الزمالك خلينا اديك شويه حاجات كده عن النادي الاهلي وعن حدث غريب وعجيب حصل كده، او هو مش حاجه عجيبه ومش حاجه جديده، يعني احنا متعودين على ده وده بيحصل كتير. ويمكن في الفتره الاخيره كنا مرحومين شويه من الحاجات دي، بس الحاجات دي رجعت تظهر تاني. اولا كابتن هاني شكري مشكورا، الراجل قال لك انا بتصار مع اي حد الا الاهلاويه ولاد شكرا. هل جمهور الاهلي او جمهور الزمالك او ايا كان اي حد شاف اداري او عضو في مجلس اداره بيشتم جمهور معين، بينعت جمهور معين بعينه؟ طب انت دلوقتي بناء عن ايه شتمت جمهور الاهلي؟ انا واحد من الناس كاهلاوي مثلا او كواحد بشجع النادي الاهلي، اذا بقى الحاجه ان انت جمعتنا كلنا تقول لي بس انت ما تاخدش الكلام عن نفسك ومش عارف ايه، انت جمعت جمهور الاهلي، هي اذا بقى نفترض ان انت كان في واحد فعليا من جمهور الاهلي في المكان اللي انت كنت فيه وكان حابب انه يتصور معاك، يعني مش عارف هو هيتصور معاك ليه اصلا، بس هو ايه ذنب امه ان انت تشتمه؟ اشتمه هو، يعني مش حابه هو اشتمه هو، مش حابب الاهلي اشتم الاهلي. ما تشتمني انا بامي او ابويا او ايا كان ايا حد ليه؟ ايه الداعي؟ الكوره عمرها ما كان فيها اب وام واخ واخت، ده اللي انا عارفه. النادي الاهلي وصل النهارده لامريكا والبعثه وصلت يعني الحمد لله بالسلامه، واحمد رمضان بيكهام انضم للبعثه في مطار القاهره. واول ما وصلوا الرجاله في مطار ميامي، الرجاله عملت حاجه حلوه جدا مع بيكهام، عملوا له ممر شرفي كترحيب بيه ان هو بقى معاهم في السكواد، وان شاء الله يقدر يقدم مستوى حلو قوي. ان احنا عندنا مشاكل كبيره في المركز بتاع بيكهام، ان احنا طبعا ما عندناش المشاكل ما عندناش المدافعين اللي يخلوك تبقى مرتاح شويه في اي ماتش انت ممكن تلعبه. انت في اي لحظه ممكن تلعبها تلاقي نفسك خسرت المدافعين بتوعك، عندك اصابات، لان انت موارد جدا يجيلك اصابات، فبالتالي انت محتاج تدعم المركز ده. بس الحمد لله اللي حصل حصل، واحنا خلاص في كاس العالم، فان شاء الله التدعيمات هتكون قادمه في خط الدفاع. تاني حاجه عايز اكلمك عنها هو عم حارس، ورد عم حارس مع كابتن او استاذ شريف عامر، اللي يبين لك ان في الاهلي في منظومه من اصغر واحد في النادي، مع احترامي طبعا الكامل لعم حارس، رجل اسطوره، الراجل ده ملقب بالقاب لا تعد ولا تحصى، يمكن تاريخ النادي مع عم حارس. فنرجع لموضوعنا، مع احترامي طبعا لعم حارس، من اصغر واحد في النادي الاهلي لاكبر واحد في النادي الاهلي هو في رتم معين كلنا ماشيين عليه، ويمكن ده من احد اسباب النجاح. وايه هو الريتم؟ الراجل لما اتسال قال له انت بتفضل مين من اللعيبه الاجانب؟ فالراجل قام جاي قال له انا بطلع من السؤال. ليه؟ عشان الراجل ما يحطش نفسه في دايره طب الاداره مشت معلول ليه؟ او ما يحطش نفسه في دايره مثلا في لعيبه اجنبي جوه النادي موجود، طب انت بتحب معلول اكتر مني، طب انا عم حارس بعاملك كويس مش بتحبني ليه؟ طب انت عم حارس بتفضل او بتحب ده وما بتحبش ده او بتحب وتكره. فالراجل عشان يلخص كل الموضوع ده ويطلع نفسه بره الدايره اللي هو كان بيتزنق فيها، قال له انا بخرج من السؤال بكل صراحه، اداله اجابه ملهاش علاقه بالسؤال وقال له انا بخرج من السؤال، ده منطقيه. الراجل كمان قال لك حاجه تانية، قال لك في النادي الاهلي كلنا بنشتغل وكله عارف ان هو مش ضامن مكانه، فانا واحد من الناس شغال، والاهلي لو مش عايزني شكرا جدا، وانا بشكر النادي الاهلي انا وهم اكيد هيشكروني لان انا كويس وبشوف شغلي. وده سبب نجاح النادي الاهلي، ان كل واحد جوه النادي هو عارف انه بنسبه 100% ان هو مش هيكون ضامن مكانه. طبعا انا سهيت شويه ونسيت اقول لك كل سنه وانت طيب، عيد مبارك عليك ان شاء الله. ان شاء الله السنه الجايه تكونوا باذن الله كده على جبل عرفات باذن الله صحبه كل عيد وانتم بخير، وتعود عليكم الايام بخير يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. بن رمضان المحارب التونسي داخل النادي الاهلي. انا اتكلمتك عن بن رمضان قبل كده، بس المره دي عايز اقول لك شويه تفاصيل عن بن رمضان. بن رمضان لاعب عنده 25 سنه، بن رمضان لعب فريق اول 18 سنه وهو عنده 18 سنه، بن رمضان وهو عنده 22 سنه كان قائد فريق الترجي، بن رمضان لعب في بداية مشواره كصانع ألعاب صريح رقم 10، ولكن كابتن معين الشعباني حول مكانه من رقم 10 للاعب رقم 8، وهقول لك الأسباب إن بن رمضان لعيب عنده فرط حركة، بمعنى لعيب بيتحرك كتير، لعيب
بيجري كتير في الملعب، فبالتالي انا لما اخليك بوكس تو بوكس هتبقى بالنسبه لي مفيد اكتر من تكون صانع العاب وقدام بس. دي حاجه. تاني حاجه، بن رمضان بيتميز جدا بالواجبات الدفاعيه. بن رمضان بيعرف ازاي يدافع، فبالتالي انا كمدرب لما اشوف عندي لاعب بالامكانيات دي بيعرف بيجري كتير فهيفيدني من بوكس تو بوكس، وان هو بيعرف يدافع، فانا ليه العبك صانع العاب؟ ممكن العبك 8 مركز. يمكن من وجهه نظري انا لو عندك لاعب 8 كويس انت حرفيا تقدر تعمل اي حاجه. والحمد لله يمكن في النادي الاهلي في امام عاشور بيلعب المركز ده حلو قوي، وامام عاشور متالق جدا 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 مع النادي الاهلي، فبالتالي امام عاشور وبن رمضان مع بعض هيعملوا شغل كبير. كابتن زكي عبد الحفيظ لما اتسال قال لك ده ولا ده، قال له لا انا اجيب الاثنين، وفعلا الاهلي جاب الاثنين، ما حرمش كابتن سيد من حاجه. تاني حاجه اكلمك عنها عن بن رمضان. بن رمضان مهاراته، اللعيب ده بيعرف يلعب كور بينيه كويس قوي، لعيب عنده ممارسه في اللعب بالدماغ، بيلعب بدماغه حلو جدا، لعيب اتلقب في نادي فرانك فاروش بصاحب الثلاث رئات لانه بيتحرك كتير زي ما قلت لك. لعيب مميز، لعيب بيشوط من بره، لعيب بيحط فاولات، لعيب بيلعب ضربات جزاء، فانت نوعا ما جايب لعيب شبه متكامل، لان طبعا الكمال لله وحده، فانت جايب لاعب شبه متكامل في تفاصيله في مركزه. ان شاء الله يقدر يقدم مستويات عاليه مع النادي الاهلي، ويكون يعني بدايه خير مع النادي الاهلي، وان هو يقدر يندمج وينسجم مع امام عاشور. فبالتالي لو الاثنين دول انسجموا مع بعض كويس هيدوا النادي الاهلي رتم عالي جدا في الشق الهجومي، وبالتالي في الشق الدفاعي ايضا. وممكن نرجع نشوف تاني المثلثات اللي كان بيعملها كولر في البدايه خالص مع النادي الاهلي، ممكن نرجع نشوف المثلثات دي تاني هنا او هنا، بمسانده امام عاشور يكون بيلعب في الشمال، وبن رمضان بيكون بيلعب على الجنب اليمين من الملعب، وان شاء الله يكون في ربط وتفاهم وتكتيكات حلوه جدا. الزمالك بطل كأس مصر، الزمالك حاليا يتوج بالبطولة. الزمالك لعب ماتش حلو جدا، الزمالك يمكن في الشوط الأول ما كانش أحسن حاجة، وطبعا جمهور الزمالك اللي كان بيقول ده مستوى نادي الزمالك، دي مستوى نادي الزمالك، خد كأس مصر. مستوى نادي الزمالك قدر انه يحرز بطولة من بيراميدز صاحب السكواد الأكبر والأعظم. من طبعا ده كلام جمهور نادي الزمالك ان هو شايف بيراميدز اقوى سكواد في افريقيا، فبالتالي صعب ان احنا نفوز عليه، ولكن سكواد الزمالك يحقق المستحيل بالنسبه لجمهوره. سكواد الزمالك يستحق الدعم من جماهيره، سكواد الزمالك يستحق ان جماهيره تدعمه، لان انت كنادي الزمالك، خلينا اكلمك شويه بمنطقيه بعيد عن اي انحيازات خالص، انت كنادي الزمالك او كاي نادي في الدنيا جماهيري وارد انه يقع، فبالتالي مين اللي هيشيلني؟ انا كنادي لما اقع مين اللي هيشيلني غير جماهيري؟ طب جماهيري اصلا بتشكك في قدراتي، انا كلاعب كوره بلعب في النادي ده انت بتشكك في قدراتي، انا ازاي هقدر اقدم لك مستوى عالي في الملعب؟ ما بالتالي انا عارف ان انت شايفني مش حلو، انما انت لو جيت اديتني جامد او تديني عالي، العب كوره، ركز، العب 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 شبه ما جمهور الاهلي بيعمل في لعيبه الاهلي، الزمالك هيبقى في حته ثانيه. يا جماعه رجعوا الزمالك للمنافسه، جماعه الزمالك ده احد قطبين الكره المصريه. جماعه الزمالك انت كجمهور زمالك مش عارف قيمه ناديك، اقرا عنه. لو انت زملكاوي جديد يعني، او لو انت زملكاوي بتمشي ورا شويه كلام، يا جماعه والله العظيم 3 انا هقول لك جملتين عشانك انت كمشجع كوره. الناس عندك في اداره الزمالك بتحاول توجهك، بتحاول تبعدك عن مشاكل النادي، عشان هم عارفين قد ايه النادي ده عنده جماهير لو خربت عليهم هيبقى ليهم دور قوي جدا ان اداره الزمالك دي تتشال وتمشوها. يمكن بجد 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 يا جماعه والله الناس دي بتبعدكم، الناس دي سايبينك عايش في الوهم، انت بتجري ورا ان الاهلي بيعمل ايه. انت كجمهور الزمالك يهمك ايه كمشجع زملكاوي غير ناديك؟ انت كمشجع زملكاوي يهمك ايه غير نادي الزمالك؟ مش شايف اي حاجه تانية تهمك غير كده. الاهلي بيعمل، بيراميدز بيخلي، الاتحاد بيسوي، الاسماعيلي ما هوتش ليه؟ انت ما يشغلكش، انت يشغلك النادي بتاعك، النادي بتاعك اللي عنده ازمات قيد،
النادي بتاعك اللي عنده ديون، النادي بتاعك اللي لحد دلوقتي مش عارف يجيب اداره مستقره واداره كويسه جدا، مع احترامي طبعا لحسين لبيب وان هو بيتوج بكاس مصر دلوقتي، بس انت فين؟ انت كنادي الزمالك فين؟ بقالك 3 سنين تالت الدوري. هل انت كجمهور زملكاوي او كمشجع زملكاوي راضي عن ده؟ بتاعتك. كمشجع زملكاوي نادي الزمالك فين في الصالات؟ فين الزمالك؟ الف مبروك لنادي الزمالك. لعيبه بصراحه تستحق، لعيبه عملت مجهود كبير جدا. ناصر المنسي حط جون جميل قوي قوي قوي. لعيب ذكي، لعيب بيعرف انه ازاي يشغل دماغه، فبالتالي قدر ان هو يحط جون حلو قوي. ناصر المنسي من اللعيبه اللي عملت مجهود كبير النهارده في الملعب. طبعا دونجا كان الحاضر الغايب، ده كان حاضر باسمه وغايب بجسمه بجد. ناصر ماهر ما لعبش كتير بس برضه عمل اللي عليه. عندك عبد الله السعيد على قد امكانياته الراجل قدر يأدي لنادي الزمالك وقدر يؤدي ماتش حلو جدا. شيكابالا احرز ضربة الجزاء لتحسم الفوز بلقب كأس مصر قدام بيراميدز. الف مبروك نادي الزمالك، مبروك لجماهير نادي الزمالك. سلام.